أهلا بكم. أنا علي حبيب، آثاري ومتخصص في اللغة المصرية القديمة. والمحاضرة بتاعتنا النهاردة عن الكتب المقدسة في مصر القديمة كمبدأ ومدخل وأساس لفهم الفلسفة المصرية القديمة. المصري القديم والحضارة بتاعت مصر القديمة كانت حضارة دنيا وحضارة حياة، عكس ما يصار حواليها ان هي حضاره اهتمت بالموت وبالعالم الاخر. المصري القديم، الحاجه المميزه جدا 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 ان استخدامه لمصطلح الموت في اللغه المصريه القديمه كان بيستخدم لما بيتكلم على الاعداء بتوعه فقط. كان بيستخدم مصطلح موت اللي هي ام تي، وبتتكتب في اللغة المصرية القديمة وبتتنطق موت زي ما احنا بنقولها باللغة العربية موت. فكان بيستخدم هذا المصطلح للأعداء أو لوصف الأعداء فقط، إن ما هو عدو لمصر وما هو عدو للملك وعدو للحضارة المصرية القديمة هو اللي بيموت. أما في وصف الحياة بتاعته كمصري صاحب حضارة، فلم يصف أبدا المصري في أي نص من النصوص أي شخص انتقلت الروح بتاعته للعالم الآخر لم يصف المصري القديم هذا الانتقال بالموت بهذا المصطلح، وإنما وصفها بطريقة مختلفة تانية خالص. وصفها وبيقول إيه بقى؟ عبرت روح الملك، أو عبرت الروح المبجلة لو هو شخص مش ملك. فكان يقول إيه؟ عبرت روحه وارتحل إلى العالم الإيه الآخر. فهنا عنده كونسبت تاني، هو اتنقل من حياة إلى حياة أخرى. مفيش موت أصلا عند المصري القديم، هي حياة ليميتد، حياة محدودة. خلصت رحلته الحياتية اللي في العالم المادي وبدأت حياة تانية ليه في العالم الآخر بالروح فقط، بدون جسد مادي، وبالروح فقط إلى الأبد في دايرة سيركل ملهاش نهاية. وأصبح أوزير. عشان كده دايما كان في كل النصوص بيوصف الشخص اللي روحه رحلت للعالم الآخر بأن هو إيه؟ الأوزير فلان. يقول إيه؟ إينوك أوزير، أنا الأوزير، أنا الخالد، انا اللي روحه اصبحت ايه؟ ابديه في الحياه الجديده فلان الفلاني. لكن لم يذكر المصري القديم ابدا العالم الاخر بان هو موت، ولكن بص له على انه حياه اخرى غير محدوده ولا نهايه ليها، اصبحت ابديه. فده الجزء الاولاني اللي استرعى انتباهنا، وعلى اساسه الحضاره المصريه القديمه لم تكن حضاره مكرسه للموت ولا مكرسه ما بعد الوفاه، ولكن كانت حضاره حياه، حياه ليميتد وحياه انليميتد. المصري القديم لما بدأ ان هو يهتم بعالم الحياه، فما اهتمش بالحياة المحدودة، الحياة اللي بتنتهي بانفصال الجسد عن الروح. ولكن المصري القديم لما بدأ اهتمامه اهتم بالحياة الانليميتد، الحياة الاترنال، الحياة الامورتال، الحياة الخالدة، الحياة الأبدية، الحياة اللي ملهاش نهاية واللي هيفضل دايما عايش فيها خالد. فكرس كل اهتماماته لدراسة هذه الحياة. ومن خلال تأملاته ومن خلال دراساته ومن خلال اتصاله بالإله في مصر القديمة عن طريق الصلوات وعن طريق الحكماء والفلاسفة اللي بيرتقوا إلى مرتبة البروفيتس، الأنبياء والرسل، وضعوا لينا معلش هقطع عدد حضرتك من الكتب المقدسة. وضع أجدادنا في مصر القديمة لينا عدد من الكتب المقدسة اللي حكت لينا ستيب باي ستيب
إيه اللي موجود في العالم الآخر؟ العالم الغير محدود شكله إيه؟ الطريق إليه إزاي؟ إيه المخاطر اللي ممكن تبقى موجودة فيه؟ إيه الستبس أو المراحل بتاع الارتقاء في هذا العالم؟ وايه الاكسبيرينس الجديده اللي بتاخدها الروح في هذا العالم؟ فبدأ ان هو يكتب لنا ما يخص العالم الانليميتد على مراحل وفترات طويله جدا. كان اول ظهور للعالم الاخر ومحاوله وصف ما هو في العالم الاخر الجزء الخاص بنصوص الأهرامات. ده كان أول وبدايات الكتب المقدسة، نصوص الأهرامات. ده أقدم تسجيل، أقدم وجود بيتكلم عن العالم الأبدي، العالم الخالد. كانت نصوص الإيه؟ الأهرامات. ومن نصوص الأهرامات دي نفسها في إشارات على نصوص الأهرامات إنها أخذت من نصوص أقدم منها لكن إحنا ما لقيناهاش. يبقى إذن إحنا عندنا أقدم سورس بس ما عندناش أقدم نص. إحنا عندنا أقدم سورس موجود أو أقدم نص سوري موجود. عندنا النص القديم اللي موجود بس مش عندنا السورس الأقدم منه. إحنا عندنا إشارة بتقول إن نصوص الأهرامات اللي هي اسمها سفرة حتبت. بالمناسبة نصوص الأهرامات البيراميد تكست أول كتاب وصلنا إليه بيحكي لنا عن العالم الآخر، عن عالم الروح، العالم الأبدي الخالد، اسمه سفرة حتبت. دي نصوص الأهرامات أو اسمها بالمصري القديم. طبعا عارفين إن أول ظهور ليها ملك أناس، الهرم أسرة 5 في سقارة. من بعد نصوص الأهرامات اللي اتنقل كوبي منها من أناس، وبعد كده في أهرامات بيبي وتيتي وأهرامات ملوك الأسرة الستة. بعد كده اتطور الأمر في إن هي اتنقلت من على الأهرامات إلى نصوص مختارة من هذه النصوص بتاعت الأهرامات على التوابيت سواء الملكية أو الغير ملكية. وبعد ما اتنقلت إلى نصوص التوابيت يبقى تاني مصدر عندنا من المصادر بتاعت الكتب المقدسة هي نصوص التوابيت. نص الأهرامات اتنقل واقتبسوا منه أجزاء وبدأت تترسم وتتحط على التوابيت فأصبح عندنا نصوص الإيه؟ التوابيت. بعد كده اتنقلت من على التوابيت إلى المصدر الثالث بتاعنا نصوص المقابر. بدأت تتحط أجزاء منها على جداريات المقابر سواء بقى في الدولة الحديثة وما بعدها. بعد كده بدأت تتحط عندنا النصوص اللي بتتكلم عن العالم المقدس أو العالم الأبدي على البرديات. وهنا بقى يحصل شيفت كبير جدا جدا في الموضوع ووصف المصري القديم للعالم الخالد، العالم المقدس. ليه؟ لأن أنا عندي نصوص الأهرامات أنا بكتب على حجر، اتنقلت على التوابيت برضو بكتب على حجر، اتنقلت على المقابر برضو بكتب على حجر. فالماتيريال الأولى لتسجيل النصوص المقدسة اللي بتتكلم عن العالم الخالد، العالم الأبدي في مصر القديمة، كان عندي أول ماتيريال بستخدمها هي ماتيريال صلبة. فكانت المقتطفات بتاعتها مبهمة كتير، مش موضحة بشكل تفصيلي، ما فيهاش رسومات. لما ندخل كده هرم أناس أو هرم تيتي بنلاقي كلها سطور سطور هيروغليفية هيروغليفية، مفيش رسومات. ليه؟ مازال بيستخدم حجر. لما اتنقل على التوابيت نفس النظام، كتابات ونصوص مختصرة
ورسومات أقل بكتير. لكن لما بدأ ينقل ويكتب ويوصف عن العالم المقدس على البرديات، الأمر أصبح أسهل بالنسبة للمصري القديم في الرسم، وأصبح أسهل في الكتابة كمان. فلما المصري القديم بدأ يتكلم عن العالم المقدس، العالم الأبدي، العالم اللي بتتنقل إليه الروح من العالم المحدود إلى اللامحدود، بدأ المصري القديم يكتب لنا كل خطوة في كتاب من الكتب. بدأت بإيه؟ أشهر هذه الكتب اللي موجودة في البرديات اللي احنا كلنا نعرفه كتاب بر إم هيرو. بر إم هيرو. بر إم هيرو هو أول الكتب اللي بتتكلم عن العالم الخالد، اللي بتتكلم عن العالم الأبدي، اللي بتتكلم عن عالم الروح. بر إم هيرو هو أول الكتب الأشهر، ولكن في الحقيقة الترتيب بتاعه مش أول الطريق. مش أول الطريق. بر إم هيرو هو عامل زي ما يكون سمري، ملخص لكل الكتب اللي وراه أو لكل الكتب اللي سبقته. لو أنا عايز أعرف، لو أنا وقفت قدام بردية، لو أنا قدام بردية كمرشد سياحي ووقفت قدام بردية واتسألت يا ترى البردية دي أنهي واحد من الكتب المقدسة التسعة، إحنا عندنا 9 برديات، أو عندنا 9 كتب، أو 9 آه قرطاس من البردي، بيتكلموا عن 9 مراحل من مراحل العالم الآخر أو العالم الخالد. عندنا بردية البر إمهرو، الخروج للنهار، وده جزء من الرحلة اللي بتتكلم عن العالم الخالد. وعندنا إيميدوات، ما هو موجود في العالم النجمي، ودي بتتكلم عن مرحلة تانية من مراحل العالم الخالد. وعندنا بوك اوف ذا كيف اللي هو كتاب الكهوف، وعندنا كتاب الطريقين، وعندنا كتاب البقرة السماوية، وعندنا كتب تانية كتير جدا. كل كتاب من الكتب التسعة المقدسة بيتكلم عن جزء ومرحلة أو حتة من العالم المقدس الكبير. من أول ما الروح بتبدأ تفارق الجسد، والمشهد بتاع الجنازة بنلاقيه مرسوم إنه بيتنقل من البر الشرقي للبر الغربي علشان يروح للمثوى الأخير، المقبرة. وتبدأ هنا رحلة الروح في الصعود إلى العالم الآخر. من أول ما الرحلة بتاعت الروح بتبدأ لحد ما توصل إلى البارادايس، إلى الجنة، اللي هي في اللغة المصرية القديمة بنقول عليها اليارو. بتمر هذه الروح أثناء المراحل دي كلها بكتير جدا من العوالم، أو بتاخد اكسبيرينس أو بتعيش خبرات جديدة. كل جزء منها المصري القديم خده وعملوا كتاب. حاجة كده شبه إيه؟ شبه كتاب كبير وأنا قسمته إلى فصول، كل فصل بيمثل مرحلة مختلفة من مرحلة رحلة الروح للعالم الآخر، للعالم الخالد. بس في حاجة مهمة جدا جدا. يا ترى المصري القديم لما عمل الكتب المقدسة أو الكتاب المقدس الواحد الكبير ده، لأن احنا قلنا كده إن كلهم على بعض بالشكل ده بيمثلوا واحدة واحدة. كل فصل من الفصول دي بتمثل مرحلة من مراحل رحلة الروح لحد ما توصل إلى الإترنتي، لحد ما يقف كده قدام الميزان وتلاقوا المشهد الجميل بتاع وزن القلب، وتلاقوا تحوت واقف في الجنب ده وماسك القرطاس علشان يكتب فيه الحكم اللي هيتحكم على هذا الشخص، والميزانة واقفة على الجانب الآخر، وأنوبس واقف في الجانب الثاني، ووراه المتوفي
والمتوفي واقف بيناجي قلبه، بيعمل انفوكيشن، بيعمل تخاطر مع خدي قلبه. بالك بس في حاجه غصب وبيقول عنك كده. لقلبه ايه بقى؟ بيقول له: يا قلبي يا من اعطتني اياه امي، يا قلبي يا اللي امي اديتهولي، اللي وهبتهولي، لا تقف ضدي في الميزان ولا تشهد ضدي امام الاله، فقد كنت رفيقي في الحياه. بيقول له كده، كتابه الهيروغليفيه، نص كده جميل قوي. فكم هو جميل، بيكلم قلبه وهو في الميزان قدام ريشة الماعز. فكم هو جميل أن نسمع أنا وأنت، إن إحنا الاتنين إيه؟ نسمع كاتب الميزان اللي هو تحوت وهو يقول: لم يثبت ضده اسم ولم يفعل أي شر، وأنه من المبرئين وهو صادق الصوت، فافتحوا له حقول اليارو. ان مفيش ضدنا اي مشاكل، وان احنا ما عملناش اي ذنوب، وان احنا يتفتح لينا الابواب بتاعه اليارو. فكل مشهد من المشاهد او كل كتاب من الكتب المقدسه التسعه بيمثل فصل من فصول ومرحله من مراحل رحله الروح من الدنيا، من العالم المحدود الى العالم اللامحدود. فهي رحله حياه جديده، رحله فيها ريبيرث، رحله فيها خبري، فيها خبري معناها خبر، معناها to become، أن يصير أو أن يصبح أو أن يتحول إلى الإترنتي، إلى الإمورتاليتي. فهي فصول تسعة كلها بتكمل بعضها. الكتاب بتاع البير إم هيرو ما هواش كتاب منفصل عن الإيميد وات، ولا منفصل عن اللي موجود في كتاب الطارقين، ولا اللي موجود في كتاب البقرة السماوية، ولكن كل واحدة منهم بتمثل فصل ومرحلة من مراحل الرحلة كاملة على بعضها. بس كل فصل من هذه الفصول بيبقى مميز برسومات معينة وبأشكال معينة. يعني لما الاقي قدامي البردية مثلا موجودة في المتحف، البردية دي بتبدأ مثلا بشكل للمتوفي وهو واقف في حضرة أوزير وبيعمل برير لأوزير، ومن ورا المشهد ده مباشرة على طول المشهد بتاع نقل الموميا من البر الشرقي للبر الغربي علشان عملية الوبرة، طقس فتح الفم، الاوبننج ماوث، علشان يدفن. فاحنا هنا بنعرف ان احنا قدام الفصل بتاع البرء مهرو، الخروج الى النور، الوصول للنهار. والبرء مهرو الكتاب ده هو الفصل الأخير في رحلة المتوفي، وفي نفس الوقت هو الفصل الأول في رحلة المتوفي. يعني هو بيجمع لك آخر حتة وأول حتة من الرحلة، وما بين الفصول بتاع هذه الرحلة باقي الكتب الثمانية التانيين. الكتاب بقى بتاع الطريقين، الطريق المائي والطريق الناري اللي بتمشي فيهم الروح، والكهوف والبوابات اللي بتعدي منها الروح. والبوابات دي جواها عوالم، والعوالم دي فيها أرواح، منها الشرير ومنها الطاهر. والروح اللي طالعة في الرحلة بتاعتها عليها إنها تتجنب كل الأماكن الشريرة وكل الأرواح الشريرة اللي هي بتعبر من خلالها. وفي نفس الوقت الطريقين والكهوف والبوابات اللي بتعبر منها الروح هي جزء كبير من كتاب جواها اسمه كتاب الإيميدوات، ما هو موجود في العالم النجمي، لأن السيناريو ده كله بتاع الروح بيحصل في نجوم السماء، في العالم بتاع الإيه؟ بتاع النجوم. ودي التسمية الأقرب للصحيح، إن إحنا بدل ما نقول الإيميدوات هو العالم السفلي، لا، هو العالم النجمي في الحقيقة. لأن رحلة الروح وتحركاتها في الكهوف وتحركاتها ما بين البوابات وصعودها من عالم لعالم ومن مرحلة للتانية أثناء رحلتها في العالم الآخر، كل ده بيحصل في عالم النجوم في السماء، مش عالم تحت الأرض زي ما احنا بنقول العالم السفلي، هو في العالم الإيه؟ النجمي.
المصري القديم لما اتكلم وكتب عن الكتب المقدسة مش بالكونسبت اللي احنا فاكرينه او اتصدر لنا في بدايات علم المصريات على انها بردية بكتبها وبحتفظ بيها في المقبرة بتاعتي علشان استخدمها لما ابدأ رحلتي في العالم الآخر. غلط، غلط جدا. ولكن البرديات اللي بتحتوي أجزاء وفصول رحلة الروح للعالم الآخر اتعملت علشان المصري القديم يدرسها ويتعلم عن رحلة الروح أثناء حياته مش بعد ما ماته. يعني هو بياخدها معاه بعد كده لما بيموت. كبردية أنا اشتريتها أثناء الحياة بتاعتي عشان أقرأ وأتثقف عن عالم الروح والعالم الخالد، واعرف ان فيه بوابات، واعرف ان فيه حراس، واعرف ان فيه ارواح شريره، واعرف ان فيه جنه ونار، وفيه عمعم، وفيه حقول اليارو، واعرف ان الروح بتاعتي لو هي بيور وطاهرة بيبقى عندها القدرة على إنها مانيفستيشن تتجسد في أشكال كتير جدا، منها طيور ومنها حشرات ومنها حيوانات كتيرة جدا. وأعرف إن الروح بتاعتي ممكن تبقى من ضمن النجوم والأرواح اللامعة الأبدية، وإن الروح بتاعتي ممكن تبقى موجودة حبيسة في أماكن تانية، وإذا عملت إيفل هعمل إيه، ولما قلبي يتوزن في الميزان هيتوزن على أساس إيه. كل الحاجات اللي مكتوبة في الكتب المقدسة بالفصول المختلفة بتاعتها معمولة في مصر القديمة لكي يدرسها المصري القديم أثناء حياته عشان يتعلمها في حياته. وبعد ما بيموت خلاص بقى البردية دي بتاعتي بتتلف من ضمن الجزء بتاع مقتنياته والأساس الجنائزي بتاعه. الهدوم بتاعته هو ما حدش هيستخدمها بعده، الجولري بتاعته ما حدش هيستخدمها بعده، كل حاجة خاصة به هو بس ما حدش هيستخدمها تاني. فخلاص بيحطوها مع المتوفي في المقبرة بتاعته. ومن ضمن هذه المقتنيات الكتاب المقدس اللي كان شاريه وبيدرسه في حياته. ليه بقى أنا بقول إن الكتب المقدسة كانت معمولة للدراسة أثناء الحياة مش بعد الموت؟ يعني مش هتساعد المصري القديم إن هو روحه بتصحى ويفتح البردية ويقعد يقرأ ويمشي بقى وهي تبقى جايدنج ليه. لا، هو كان بيستخدمها كدراسة أثناء الحياة مش بعد الموت. نفس الكونسيبت بتاعنا دلوقتي لما بنتكلم بخلفياتنا الثقافية والدينية المختلفة عن عالم ما بعد الحياة الدنيا. أنا مسلم، بقرأ في القرآن وبقرأ في السنة وبقرأ في التفاسير وبقرأ عن ماذا يحدث بعد الموت. الحياة شكلها إيه، الجنة وأبوابها إيه، حراس الجنة مين، الملائكة وكذا، النار والجنة. كل ده انت بتعرفه أثناء حياتك علشان تعمل ايه؟ عشان تشتغل في سلوكياتك وفي أفكارك وأفعالك وتواصلك مع الناس على مبدأ الايه؟ الأخلاق القويمة والأخلاق الحميدة، عشان اللي هتعمله في دنيتك ده هو اللي هيخلي رحلتك إلى العالم الآخر والوصول للجنة في أمان. لكن لما تكون إنسان وحش وتيجي تتسأل هتقول أنا كنت حلو منين؟ لسانك هيتربط. المسيحيين عندهم كده، واليهود عندهم كده، وكل أصحاب المدارس الفلسفية والدينية عندهم الفكرة دي، إن الإنسان لما يدرس عن رحلته وهو لسه حي ويبدأ يعمل سلوكياته وأفكاره وأفعاله وتعاملاته مع البيئة والكون ومع الناس ومع دولته ومع بلده ومع حضارته ومع ناسه بالشكل الكويس اللي فيه ماعت حق وصدق وعدل، فهو ده اللي هيتوزن به القلب. فلذلك الكتب المقدسة في مصر القديمة كانت معمولة علشان يتم دراستها في أثناء حياة الناس مش بعد وفاتهم. فبيحكوا القصة من أول دخول الشخص للمقبرة. أول ما بيدخل المقبرة والناس
بتقفل المقبرة عليه هو ومقتنياته، بيبدأ يدخل الروح بتاعته بتغادر العالم المادي وبتدخل في عالم جديد اسمه روستاو. اسمه روستاو. دي أول حاجة بيبدأ بيها في رحلته. عالم الروستاو ده هو العالم اللي عايشة فيه كل الأرواح، ولكن عالم الروستاو ده جواه كهوف، وجواه بوابات، وجواه طرق مائية وطرق نارية، وجواه عالم كبير جدا لابد ان الروح ترتقي فيه من درجة للتانية، من درجة للتانية. فلازم تستخدم الجايدنس اللي اتعلمته في حياتها، فبيعدي من ليفل لآخر، فبيلاقي حراس لهذه البوابات والكهوف. من خلال معرفته بيهم بيقدروا يفتحوا له هذه البوابة علشان يدخل هذا الكهف، ياخد اكسبيرينس من جواه، وبعد كده يخرج من هذا الكهف إلى بوابة وعالم آخر. كل ده بيتم جوه عالم الروستاو. بعد كده بيصعد من هذا العالم ويدخل لعالم جديد، وهو عالم الضوات، عالم الأرواح الإيه؟ الخالدة، عالم الأرواح العليا. وهنا بيبدأ رحلة جديدة وتطور جديد ووعي جديد. هناخد إن شاء الله كل هذه العوالم على سلسلة محاضرات بإذن الله هعملها لكم خلال شهر أغسطس القادم. ناخد بقى كل كتاب من الكتب، كل عالم من العوالم اللي المصري القديم بيدخلها وإزاي بيعيش جواها، وبالتالي كل الكونسبت اللي هو كان بياخده عن هذه الحياة وهذا العالم الخالد كان بيدرسه في الحياة، فبالتالي بيقدر رحلته تبقى آمنة في العالم الآخر. عشان كده نصوص الأهرامات كانت اسمها سفرة حتبت، معناها الرحلة الآمنة، الرحلة الآمنة أو السفر الآمن إلى العالم الإيه الآخر، الرحلة الآمنة للروح في العالم الإيه الآخر. لما بيوصل في نهاية هذه المراحل اللي بتحكي لنا عنها الكتب المقدسة بالفصول بتاعتها المختلفة، بيوصل في النهاية إلى أرض أوزير أو حقول أوزير. أرض أوزير أو حقول أوزير اللي اسمها السخت، او اللي اسمها اليارو سخت، اللي هي حقول اليارو، الحقول المقدسه اللي هي الجنه البرادايس عند المصري القديم. وبعدين بيلاقي ان هذه اليارو ليها 24 باب، 24 باب، وعلى كل باب من الابواب بتاعت السخت حقول اليارو 3 من الحراس. فيبدأ الشخص ده يقف عند الباب ويقول لهؤلاء الحراس: أنا أعرفكم، أنت فلان وفلان وفلان بأسمائهم. بعدين يقول لهم: أنا الأزير، أنا الخالد، أنا من كنت في حياتي بعمل إيه؟ دي بأعطي تي إن حكر، تي إن حكر، أنا من كنت في حياتي أعطي الخبز إلى الجعان، وحنكت، وأعطي الشراب إلى العطشان، واكسي العريان. ويفتحوا له البوابه وبعدين يسيبها ويمشي، ما رضاش يدخل منها، ويعدي على البوابه الثانيه وعلى البوابه الثالثه لحد ما يعدي على ال 24 بوابه. يذكر لكل واحد من الحراس اسمه، ويذكر ليهم جزء من المحاسن او الشخصيه بتاعته واعماله في الدنيا، فيفتحوا له الباب، وبعد كده يدخل من الباب اللي يعجبه. واول ما يدخل اليارو يبدا يقول الانكارات ال 42 بتوع قوانين الماعز، ينادي على حراس اليارو ويقول لهم: انا لم افعل شر. ينادي على حراس اليارو ويقول: انا لم الوث ماء النيل. ينادي على حراس اليارو ويقول: انا لم اسبب الشغب. ينادي على حراس اليارو ويفضل يقول: انا لم فرحان ومبسوط ان هو في اليارو، وبيتكلم عن كل شيء هو ما عملوش في حياته وكان بيتبع بقوانين الماعز. فاذا الكتب المقدسة بكل اشكالها
بداية من نصوص الأهرامات وقت ما ظهرت لحد تطور النصوص المقدسة من على الأهرامات والتوابيت، مرورا بنصوص المقابر، وبعد كده على البرديات بأشكالها المختلفة، البقرة السماوية وما هو موجود في العالم الآخر في العالم النجمي، وخروج للنهار، والبقرة السماوية، وكتاب الكهوف، وكتاب البوابات، وكل ما هو فصل من الفصول على البردي، كلها كاملة بتحكي عن رحلة حياة جديدة، مش رحلة حياة بعد الموت، رحلة حياة جديدة من عالم ليميتد لعالم immortal، لعالم خالد. وكان المصري القديم بيدرس هذا العالم أثناء حياته علشان يعرف إزاي يعيش الحياة، ويعيش بقوانين الماعز، ويعيش بسلوكيات إيجابية وجميلة عشان يعبر إلى هذا العالم الخالد، ويكون أزير في هذا العالم. دي كانت جنرال انترودكشن كده عن الفكرة. هناخدها إن شاء الله تفصيليا، وهبعت لكم الجدول بتاع كل يوم من الأيام اللي هناخد فيها بقى جزء أو بارت في كتب المقدسة بتاع العالم الآخر أثناء أغسطس إن شاء الله، على جروب الواتساب علشان تبقوا متابعين. هندخل مرة تانية على نفس اللينك علشان لو عندكم أي أسئلة إن شاء الله نناقشها مع بعضنا، وأتمنى أقدر أجاوب عليها. ندخل مرة تانية على اللينك.